خبر مهم وحصري، انا طالع دلوقتي عشان احفل على نفسي واحفل على الانديه عشان ما حدش يحفل عليا يا باشا. انا طالع اقول لكم اهم خبر حصل لاداره نادي الزمالك، ان هم عملوا صفقه افغاني معتبره جدا وهتعمل لهم احلى شغل واحلى دماغ هنتفرج عليه دلوقتي. بعد الصفقه الافغاني يا باشا اللي عملتها اداره نادي الزمالك والدنيا بدات تون معاهم وبداوا يشتغلوا وبداوا يفكروا، اول حاجه عملوها عينوا حسن جمعه مدير شؤون اللاعبين. مين حسن جمعه عشان نلخص الموضوع علينا وعليكم؟ حسن جمعه ده كان شغال في فاركو ودلوقتي هيجيبوه نادي الزمالك. انتمائه ايه؟ انتمائه اهلاوي. بدا دلوقتي جون ادوارد بدا يشتغل يا باشا، هيجيب عيله العيله وهيجيب الصحاب وهيجيب الاحباب وهيجيب القرايب. وتاني واحد في عيله جون ادوارد دلوقتي اداره نادي الزمالك اتفقت مع عبد الناصر محمد اللي كان شغال في انبي قبل كده سابقا، دلوقتي هو اللي هيبقى مدير الكره في نادي الزمالك. انتمائه ايه يا باشا؟ انتمائه اهلاوي. شكل لبيب هيخلي الزمالك اهلي والاهلي يبقى اهلي. وكمان حابب اقول ان حمزه علاء حارس مرمى النادي الاهلي سابقا خلاص خلص مع فريق برتغالي ومضى معاه سنتين يا باشا، يعني مش جاي الزمالك. وحابب اقول كمان ان محمد شريف لاعب النادي الاهلي سابقا خلاص رجع بيته تاني يا باشا، رجع للنادي الاهلي وخلاص مش جاي الزمالك. وحابب اقول كمان ان فرجاني ساسي ليه 750 الف دولار بقالهم سنتين ولحد دلوقتي ما اشتكاش نادي الزمالك، بس شكله يا باشا ممكن يشتكي النادي. ده حتى كمان الكابتن ايمن رمادي اللي هو اخر حاجه حصلت معانا برضه ليه 2 مليون ونص جنيه مصري اداره نادي الزمالك مش عارفه تدفعهم له، وشكله كده برضه ممكن بعد كده يشتكي النادي. ده حتى جمال حمزه بيتريق على اداره نادي الزمالك وبيقول لك نادي الزمالك بقى حقل تجارب للناس اللي ملهاش في الكوره، وقعد يضحك ويقول لك والله عيب اللي احنا وصلنا له ده. وحابين نبارك للكابتن احمد حسام ميدو ان هو رجع تاني خلاص هيقدم برنامج في قناه النهار، واما صدق خلع من اداره نادي الزمالك لان هو بجد طلع عينه وهو الوحيد اللي كان بيرد على كل حاجه تخص نادي الزمالك. حتى اللاعب حامد حمدان اللي هو لاعب بتروجيت للنادي الزمالك عاوز يخلص فيه وطالبين فيه 30 مليون وعاوزين ياخدوا 2 لعيبه من نادي الزمالك، دوت ميوله اصلا اهلاوي وهو قالها علني في التلفزيون. وحابب اقول ان جون ادوارد خلاص مش هيجدد لعبد الله السعيد، وعبد الله السعيد دلوقتي فري وعنده عرضين، واحد من سيراميكا كليوباترا وواحد من البنك الاهلي، وهو هيختار واحد من الاثنين. شكرا يا عبد الله يا سعيد. وحابب اقول ان اداره نادي الزمالك كانت عامله حفله ان هم عملوا اكاديميه في الامارات، انا حابب ارد عليهم بطريقه ثانيه. حابب اقول لك لو انت فرحان بالامارات يا باشا، النادي الاهلي بيعمل اكاديميتين في كندا وفي امريكا. عاوز اقول لك ان اداره النجم الساحلي تواصلت مع اداره النادي الاهلي عشان يعملوا ماتش ودي ما بين بعضيهم في المئويه بتاعه النجم الساحلي، وكمان هيدفعوا للنادي الاهلي فلوس. وانا الاول كنت متفائل بلون الفانلة دي وكنت متفائل ان الدنيا بيضه في نادي الزمالك، لكن فعلا طلعت العكس. مع الاداره الموجوده حاليا مش هتقدر تغمض عينيك وهنشوف ايام بيضه، الله يكون في عوننا.